حكاية منحنى تبني الابتكار ده. زمان في ستينيات القرن اللي فات واحد اسمه إيفرت روجرز كان بيدرس ازاي الافكار الجديدة والمزارع الحديثة بتنتشر بين المزارعين في امريكا، واكتشف وقتها حاجة عبقرية: الناس مش بتقبل فكرة جديدة كلها مرة واحدة. القبول ده بيتم على مراحل، وفي كل مرحلة نوع من الناس بيكون هو البطل، والنسب بتاعت كل مجموعة هي اللي عملت المنحنى ده. طب ليه المنحنى ده يفرق معايا؟ عشان انت لو بتبيع او بتسوق لفكرة جديدة، او حتى عايز تقنع صاحبك انه يغير طريقة تفكيره او تقنعه بحاجة جديدة، لازم تكون عارف مين اللي بتكلمه قصادك دلوقتي. هل خالتي فوزية ولا ابن خالتي فوزي؟ ده بيحدد طريقة كلامك وعرضك للموضوع. تعالوا نتعرف على المنحنى ومين هم أبطال كل مرحلة. المنحنى ده بيبقى على شكل البيل شيب أو شكل الجرس زي ما احنا شايفين. بيقسم أي سوق ل5 شرائح. أول شريحة هي الانوفيتورز أو المبتكرون، ودول نسبتهم 2.5%. مين دول؟ دول زي ابن خالتي فوزي، مغامرين بيحبوا التكنولوجيا، يحبوا يجربوا أي جديد، ومستعدين ياخدوا ريسك التجربة حتى لو فشلت. بيصرفوا فلوسهم عشان يجربوا أي حاجة جديدة قبل أي حد، وتلاقيه يجرب المنتج أو يوصفه أول ما يعرف إنه موجود. غالبا دول تلاقيهم بيعملوا الريفيوهات على المنتجات قبل ما تنزل السوق. عقليتهم ودوافعهم هو الاستكشاف، الإثارة، إن هم يكونوا أول ناس. مش فارق معهم السعر، ومش فارق معهم إنه ممكن يكون حتى كمنتج تكنولوجي يكون فيه باجز. المهم يجربوا ويكون أول واحد أو من أوائل الناس اللي فعلا تبقى معاه. زي أول واحد استخدم واشترى أبل ووتش من أول ما نزلت، أو أول دكتور قرر يبدأ يستخدم AI في تشخيصه للمرضى بتوعه. تاني شريحة هم الإيرلي أدوبترز أو المتبنون الأوائل. دول نسبتهم بتكون تقريبا 13.5%. مين المتبنون الأوائل؟ دول الأذكياء، دول مش مجانين زي اللي قبلهم، يعني مش مستعدين ياخدوا الريسك على طول، لكن عندهم رؤية وبيشوفوا قيمة المنتج ده بدري. هتلاقي منهم ناس برضو بتعمل ريفيوهات، بس غالبا دول بيبقوا التاني على طول. عقليتهم ودوافعهم الريادة، التأثير، والحصول على ميزة تنافسية محدش غيرهم عنده الميزة دي. وده اللي بيخلي ناس كتيرة من الإيرلي أدوبترز لما بينزل موبايل الآيفون تلاقي طابور طويل عريض بيواقف علشان يشتري، عشان يبقى من أوائل الناس اللي معاه الآيفون. دول القدوة لبقية الناس، دول جسر العبور من الابتكار للسوق العادي. ثالث شريحة هي الأغلبية المبكرة أو الإيرلي ماجورتي، ودول نسبتهم 34%. مين دول؟ دول أكتر من تلت السوق. دول اللي بيبدأوا يسألوا هل المنتج ده فعلا شغال، هل افكتيف، هل كويس. مش هيشتروا إلا لما يشوفوا الإيرلي أدوبترز أو المتبنون الأوائل استخدموه ونجح معاهم. عاليتهم ودوافعهم الكفاءة والعملية وتجنب المخاطر الغير ضرورية. عشان كده بيستنوا ويشوفوا النتائج، وساعتها ياخدوا الخطوة اللي جاية. عايزين يمشوا مع الناس، بس عايزين يتأكدوا ان الطريق امان. رابع شريحة هي الليت ماجورتي او الاغلبية المتأخرة، ودول نسبتهم برضو 34%. مين دول؟ دول الناس الشكاكة اللي ما بتعملش خطوة الا لما تتأكد ان تقريبا معظم السوق خلاص يعني اتأكد ان الحاجة دي كويسة وامان، ساعتها يبدأ يفكر يستخدم او يجرب الحاجة دي. ما بيغيروش طريقة حياتهم بسهولة، ومش هيشتروا المنتج الا لما يكون في كل حتة وكل الناس بتشكر فيه، ساعتها يفكر يستخدمه. عقليتهم ودوافعهم الحذر، الضرورة، الضغط الاجتماعي والاقتصادي. توصل لمرحلة ان كل الناس اشترت، مش باقي غيري، خلاص اشتري. زي اللي معاه موبايل لسه بزراير لحد دلوقتي مع انه قادر ماديا يشتري موبايل جديد، او اللي لسه لحد دلوقتي مش عايز حتى يجرب الاي اي من باب التجربة. اخر شريحة هم اللاجردز او المتأخرين او المتلكئون، دول نسبتهم 16%. مين دول؟ دول تقريبا
اللي بيغيروا اخر ناس لو غيروا. دول حرفيا زي خالتي فوزية، ممكن يبدأوا يفكروا لما التكنولوجيا الجديدة تبقى قديمة وتنزل حاجة أجدد، ساعتها ممكن يفكر. دول بيحبوا التقاليد ومتمسكين بيها جدا. عاليتهم ودوافعهم مقاومة التغيير، التمسك باللي هم شغالين بيه، الخوف الشديد من أي شيء جديد. طبعا حلقة النهاردة فرصة تعرف نفسك انت انهي واحد في المجموعات دي. بس طبعا مفيش حد فينا شخصيته في شريحة واحدة في كل المواقف. يعني مثلا ممكن تلاقي ان انت انوفيتور جدا في موضوع الموبايلات، وممكن تكون بتحب جدا التكنولوجيا وتحب اول ما تسمع عن حاجة جديدة تروح تدفع فيها فلوس وتجيبها تجربها. بس ممكن تكون ليت ماجوريتي او لاجرت مثلا في موضوع الموضة، انت بتلبس على قديمه ولبسك زي ما هو من 15-20 سنة، بتدور على نفس الحاجة. ده بيكون حسب الموقف وحسب الموضوع وحسب المنتج اللي انت بتشتريه، ومفيش صح او غلط.